بسم الله الرحمن الرحيم. لأي إنسان متابع على شبكة الإنترنت بنلقى النكات الكثيرة والساخرة اللي بتسخر من الإنسان السوداني، بتسخر من لونه، بتسخر من طريقة كلامه، بتسخر حتى من طريقة معيشة الإنسان السوداني. لكن النكات الماخذة حيز الآن هي نكات بتتكلم عن قتل الإنسان السوداني، وبيقولوا إنه هي ظهرت بصورة مستشرية في فترة الثورة المصرية الأخيرة. الناس كانت بتتساءل، مع أن الحكومة السودانية هي أفسد من الحكومة المصرية وأضل من الحكومة التونسية، لكن الشعب السوداني يعني ما قدر يغير أحواله، وكلهم رجعوا السبب لكسر الإنسان السوداني. فأنا هنا عايز أقول معلومة، والناس اللي بتقرأ والمثقفة هي عارفاه، إنه الثورة الشعبية، الثورتين الشعبيتين اللي قامت بهم مصر وتونس، هي ما أولى الثورات في المنطقة. السودان عمل ثورة قبل 47 سنة في 64، أزال بها الفريق عبود حكم 6 سنوات. بعد ذاك الشعب السوداني قام وأزاله بثورة شعبية وجاب حكومة ديمقراطية. تاني الشعب السوداني عمل ثورة في 85، أزال بها نيميري حكم 16 سنة من الحكم الدكتاتوري. الشعب السوداني بمساعدة من الجيش والقوات النظامية الثانية أزال بها نيميري. لذلك إن الشعب السوداني هو ما كسول، أو ما ممكن نطلق بالعموم إنه نقول الشعب السوداني هو كسول. الشعب السوداني هو ساعد في كثير جدا من بناء، يعني في بناء الدول العربية الموجودة الآن، الدول البترولية في السبعينات والثمانينات. الدول العربية البترولية لما كان ياداب هي قايمة، السوداني ساهم، وفي الوقت ذاك السودان كان بخيره، لكن السودانيين شاركوا في بناء نهضة الدول العربية والخليجية. السوداني عمل كعامل، كفني، كمهندس، كطبيب، كمستشار، قاضي، محامي، معلم، محاسب، في كل المجالات، حتى المجالات يعني الأمنية. بل بعض السودانيين ساهموا في كتابة دساتير بلدان عربية. لذلك الإنسان السوداني هو ما كسول. السؤال يعني اللي بيدور في ذهن أي من الإخوة العرب الآن، يقول إنه السودان فيه خيرات كثيرة، مائية، معدنية، بترولية، أرض خصبة، لكن عايش في فقر. والجواب هو بسيط جدا: السياسة الموجودة الآن في السودان هي ما مساعدة على أي تنمية، وما مساعدة على أي استثمار، وما مساعدة على أي عمل الآن في السودان. وكمثال مشروع الجزيرة، مشروع الجزيرة الآن هو يتخرب ويتكسر. أول حاجة اتقلعت السكة حديد، اتقلعت المحارج، شردوا المشرفين والأخصائيين الزراعيين. نظام الدورة انتهى خالص، ونظام الري الآن هو في مراحله الأخيرة عشان ما يموت. وآخر حاجة طبعا حينتزعوا الأرض من المزارعين ويكون مشروع الجزيرة انتهى. ده أكبر مشروع ممكن كان يعني يكفي السودان والدول المحيطة به. فالإنسان السوداني الآن هو موجود بملايين في أوروبا وأمريكا وفي الوطن العربي. في أمريكا وأوروبا لما تتاح فرصة للإنسان إنه يتعلم، بنلقى الإنسان السوداني بيشتغل فول تايم، بيمشي لسكول فول تايم، بيكون عائل أسرة معاه في الغربة، ومسؤول من أسرة في السودان. فإنسان كسول ما أظن بيكلف نفسه العناء ويسافر خارج أرضه عشان ما يمشي يعمل يعني برا السودان. أنا ما أقدر أقول إنه صفة النشاط هي صفة ملازمة للسودانيين، لكن بقول إنه الكسل هو ما ملازم للسودانيين. والإخوة العرب مفروض لما يغيموا، أو الفئة اللي بتكتب على النت وبتصير النكات، المفروض لما يتغيم من العدل إنك تغيم نفسك أولا وتغارينا، وبعد ذلك ممكن تطلق أي حكم على الآخر عشان ما يكون الحكم يعني ظالم أو جزاف.
بنلقى الإخوة العرب إنه هم الآن في نعمة كبيرة جدا، والنعمة طبعا هي سبب البترول. وبنعرف إنه حتى البترول من الأرض يعني هو يعني يتطلع بأيادي عمالة خارجية، إذا كان من أوروبا أو إذا كان من الوطن العربي أو إذا كان من أفريقيا أو آسيا. وما في إنسان قال إنه يعني الشعب العربي هو كسول. نحن برضه عندنا نكاتنا لكن ما بنقولها على الإنترنت، فما أعرف الكلام ده هو من الكسل ولا من التهذيب أكثر من اللازم. في ناس بيتكلموا عن أنه فرشة المعجون بتحتاج لخادم عشان ما يضع عليها المعجون. ناس بيتكلموا عن السمك بيحتاج لعامل هندي عشان ما يجي يطلع أشواكه. ناس بيتكلموا عن حاجات كتير جدا. السري العربي بتلقى عنده جيش من الخدم والحشم يخدموه لراحته، في حين إنه في أوروبا وفي أمريكا أسرى أثرياء العالم بتلقى عنده اتنين، مش خادمين عاملين في البيت بيعملوا حاجات منطقية مش لراحته هو، حاجات منطقية بيساعدوا. الآن بتلقى المدير في أمريكا أو في أوروبا وهو بيقوم بخدمة نفسه، يعني ما في إنسان بيجيب له الشاي، ما في إنسان بيكنس له، ما في إنسان بيساعده على حاجة يعني ما منطقية أساسا. ف يعني إلزام صفة الكسل على الإنسان السوداني هي جزاف. وأنا دايما بقول إنه أنت تغاري نفسك بالإنسان السوداني. يعني أنت إذا كان داير، يعني إذا كان داير مثلا تقوم تقول إنه السوداني كسلان، غاري بنفسك. والسوداني إذا كان ما نفسي كسل الإنسان العربي هو أحسن منه بشوية. أنا ما بقول الكلام ده ساي لأنه يعني الكلام ده هو طبعا كمية الناس المغتربة والسمعة بتاعتها في خارج إذا كان في أوروبا في أمريكا أو إذا كان في الوطن العربي نفسه. بعدين أنا الحكم ده برضاه من الأمريكي ممكن يقول أنا كسلان، وأرضاه من الأوروبي ومن الصيني ومن الإيراني وحتى من الإسرائيلي، لأنه زي بروف زي أر أكتف. لكن يا أخي أنا ما أرضاه من الإنسان العربي لأنه أنا خدمته وشاركت في كل أشيائه، حتى الحروب القومية العمال العرب السودان هو كان مساهم فيها وكان عضو أصيل فيها. ففي فترة الثمانينات يعني كان في كتاب من الإخوة العرب أدوا السودانيين حقهم. وأنا أذكر إنه آخر مقال يعني كان قريته كان بعنوان الذين لا يصدؤون، بقلم الدكتورة سوريا العريض. بيتكلم عن أخلاق السودانيين، بيتكلم عن كرمهم، وبيتكلم عن جديتهم في العمل. في الجانب الآخر في مدونات كثيرة جدا بيتكلم عن كسل الإنسان العربي ونشاط الأعجمي. ففي واحد اسمه دكتور صالح السلطان بيعمل مقارنة. قال حضر له مؤتمر في الهند في 10 يوم، حضر له مؤتمر في الهند وحضر مؤتمر في الوطن العربي اللي هو مؤتمر إسلامي. لقى إنه المؤتمر في الهند الناس بتحضر الجلسات من الساعة 10 صباحا للساعة 9 مساء من غير انقطاع أو ملل. اتقدمت فيه عشرات البحوث ونوغشت، وآخر النهاية طلعوا بتوصيات قابلة للتطبيق. في الوطن العربي أقاموا نفس المؤتمر في دولة عربية، فالناس كان مكتظة في خطاب الرئيس. بعد خطاب الرئيس الناس كلها ذهبت للسوق والمدعى وشراء الحاجات والهدايا، والمؤتمر فشل. طلع بتوصيات هزيلة جدا والحضور كان هزيل جدا، وهو كان آسف للكسل، بيتكلم عن الكسل العربي. فمفروض الناس إنه ما تطلق الصفات جزافا، وحتى إذا كان الإنسان عايز يحكم على الآخر مفروض هو يعني يقيم نفسه أولا عشان ما يظلم الآخر. يقيم النفس يعني يقيم نفسه أولا وبعد ذلك ممكن يطلق أي حكم. فأنا بقول إنه يعني
الناس هي مفروض يعني ما تستهتر بالإنسان الآخر، وتحاول تشوف فيه الجوانب يعني المضيئة. في الجانب الآخر أنا يعني الكلام ده خاص بالإخوة السودانيين. نفس الاستهتار اللي بيمارسوه العرب اتجاه السودانيين الآن هو أيضا بيمارسوه السودانيين اتجاه السودانيين. يعني الطبقة العاملة الآن في السودان والطبقة الشارية في السودان الآن هي أيضا يعني في بعض الناس بتستهتر بها. حتى القبائل مقسمة لأحرار وغير أحرار. بنلقى إنه في بعض القبائل بتعمل في في أعمال معينة، وبعضها لأنه هي أحر منا ما بتعمل كده. دائما هي يعني تتوقع إنه يكون مدير، يكون مسؤول، يكون نظيف. ولكن الدولة تتبني بالعمال والفنيين والمهنيين أولا. وطبعا القول بتاع إنه يعني الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض إن لم يجعروا خدموا، وده كلام سليم. الناس كلها بتخدم بعض، وما في وظيفة أوضع من الثانية عشان ما نبني يعني مجتمع سليم. الإخوة العرب يعني أنا في الختام إنه بقول لهم يعني فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وشكرا.